السلام عليكم، مرحبا بكم دائما في قناة بنت باباها. جيتكم اليوم بوصفة الفريزي. جبت لكم هذه الوصفة اللي تديها في يدك كي تروحي عند عجوزتك ولا كي تروحي عند ماماك، وبنفس الكريمة تاعها درت لي فيرين وعمرت لي فون دو تارت تاوعي. تابعي معي المقادير. والخطوة الأولى، الخطوة الأولى حنخدمو لا كريم باتيسري بلا بيض للناس اللي ما تحبش البيض. نحتاجو ريتلا حليب، نحتاجو 6 ملاعق سكر و6 ملاعق مايزين عفوا، ونحتاجو مغرفة مملوءة مليح تاع قهوة لافاني. انا هنا استعملت لتر حليب، كنت راح نستعمل ساسول كبير لكن كي ما لقيتوش قدامي استعملت هذاك المتوسط. يعني هذا ريتلا فضلت لي وخدمت بها لي فون دو تارت اوليفيرين باش نوريكم. هنا اللي حبت دير سرسو صغير راح تستعمل نصف لتر حليب، راح يكفي ويوفي. اما اذا كنت حديري سرسو كبير ننصحك ما ديريش نصف لتر حليب لانه راح ما يكفيكش ويجيك ناقص. نفرغوا على هذيك ريت الحليب باردة هذاك السكر والمايزينا ولافاني ونحركو بارد في بارد باش ندوها للفرن. كي ديناها للفرن وعقدت معانا، شوفوا كيفاش رجعت معايا. نروحو نجيبو صحن ونفرغوها كامل فيه باش نحطوها تبرد. هنا اللي حبت تخدم الكريمة لا كريم باتيسري تاع البيض تخدم لا حرج. خدمت معاكم من قبل لا كريم باتيسري بالبيض، تابع فقط الفيديوهات الأولى وتخدمها بالبيض وراح تعطيها بنة عالمية. أما الناس اللي ما تحبش البيض تخدم هذه بدون بيض وراح تعطينا كذلك بنة عالمية، يعني كل حاجة والذوق تاعها. بهذه الطريقة اللي راكي تشوفي فيها فرغ كامل اللاكريم تاعي في هذا الصحن، ونجيب بابي فيلم ولا ساشي تاع الخبز ونغطي بها لاكريم باتيسري تاعنا وتكون ملامسة لاكريم باتيسري، يعني ساشي تحطيها اون كونتاكت مع لاكريم تاعك وتحطيها على جنب تبرد ماشي تدفى. يعني لازم تكون باردة مليح. واذا كنتي مزروبة حطيها في المجمد. شوفي كيفاش اني لامست الساشي تاع الخبز. نروحو نخدمو لا كريم في شانتي تاعنا نطلعوها. عندي هنا متوفر معايا لا كريم فريش، ماشي شرط تكون خاصة بالحلويات. عندي هنا حوالي نصف كأس راح نطلع بها لاكريم شانتي، نصف كأس تاع لاكريم فريش، وعندي دوبوات تاع ياغورت هذا الممزوج الكو تاع الفراس فراولة، يعني راح يعزز لنا النكهة ورايح يغيرنا شوية في اللون شوية ماشي حاجة. انا حبيتها باش ما تجينيش بيضاء مليح، حبيت نكسر لها اللون تاعها، وكذلك رايح يعزز لنا النكهة. يعني بلا ما ديري باتاغوم ديري دو بوا تاع ياغورت هذا الممزوج. بهذه الطريقة انا نخلط شوية لا كريم فريش تاعي بالباتور شوية ماشي حاجة ماشي حنطلعها، ونحط عليها دو بواط تاع ياغورت هذاك الممزوج، ورايحة نزيد نضرب شوية بالباتور حتى يتجانسوا لي فقط. حطيهم في زوج وعاودي ضربي مليح بالباتور كما راكي تشوفي. هكا حطيتهم انا هنايا في 2 ماشي وحده، يعني حطيهم في 2. الان انا هذا الكميه يعني تاع 2 ياغورت مع نصف كاس تاع لا كريم فريش، طلعت بهم 2 كؤوس تاع لا شانتي. جاتني جامده بزاف بزاف، يعني احنا نحس على القوام تاعها يكون ثقيل بزاف. انا تالمو جاتني جامده بزاف. زدت لها 4 فنجال حليب، زدت لها 4 فنجال حليب. يعني هنايا اللي راح تستعمل 2 كؤوس تاع لا شانتيي دير 3 علب تاع الياغورت. واللي ما توفرش معاها الياغورت هذا ولا كريم فريش هذه لا حرج، راكي راح تستعملي 2 كؤوس شانتيي مع كاس ونص تاع ماء ولا حليب وشنو يكونوا باردين. شوفوا هنا نهار طلعتها كيفاش قوام جاني جامد، ونعاود نديها للفريجيدار تبرد. نجي نخدمو الجينواز تاعنا فيها 3 بيضات، 4 ملاعق سكر، 6 ملاعق فرينة عفوا، ونحتاجو مغرفة مملوءة مليح تاع قهوة لافاني، وعندنا باتاغون فخاز. نحطو هذا البيض كامل
ونديروا له قرصة ملح ونبداو نطلعوه بالباتور حتى نتحصلوا على قوام كريمي. هنا اللي حبت تفصل الصفر عن البياض تفصلوا وطلع البياض فقط بقرصة ملح يطلع لنا مليح. ضيفي عليه صفر بالحبة وزيدي ضربي بالباتور مليح باش تبداي ديريه في السكر تاعك. يعني خدمنا الجينواز وشفنا تاع الطبقات وشفنا تاع الاسفنجيه وشفنا تاع ميني كيك وشفتوا كيفاش خدمناهم. يعني نورمالمون راكم حفظتوهم ظهر قلب. ونخلط مليح كامل هذاك البيض مع القرصة تاع الملح. شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه يبدا يطلع ويتنحلوا اللون الاصفر. ونبدا نضيف في السكر على دفعات. يعني تقدري ديري 4 دفعات 3 دفعات المهم ماشي دفعه واحده. راكي تضيفي في السكر وتطلعي تضيفي وتطلعي يتبدل اللون ويتضاعف الحجم تاع البيض كيما راكي تشوفي. الفيديو راه موضح نفسه هكا. شوفي كيفاش راني ندير دفعات تاع البيض بهذه الطريقة. أنا هذه الوصفة كنت درتها عندي حوالي أيام يعني يامات. ولكن ما كانش عندي الوقت باش ننزلها. هذا وين صح لي الوقت نزلها معكم نشاركها معكم. ديريها في سهرات رمضانية الأيام اللي متبقية. ديها في يدك لدار عجوزتك ديها لمامك فرحي بها مامك. وكذلك اللي تصادف عيد ميلاد أولادها مع الأيام المباركة راهي تصلح الأعياد الميلاد وتجي تهبل. كملوا نخلطوا نضيفوا السكر ونخلطوا نتحصلوا على القوام الكريمي يشابه لامورينغ. هنا اللي عندها البيتخان تخدم بالبيتخان واللي ما توفرتش معاها تخدم بالباتوغ. انا راني نخدم بالباتوغ على جال الناس اللي ما توفرتش معاهم البيتخان وباش يشوفوا باللي راهي ناجحه بالباتوغ. هنا بعد ما تضاعف لي القوام هذا راح نجيب الباتاغون تاعي ونحطها هنا بزاف. يعني الاغلبيه او كما يقولوا يعني تقريبا كامل يديروا الجينواز بيضة. انا ما حبيتهاش بيضة حبيتها تكون لي اللون تاعها وردي يشابه لي فخاز. وحبيت تكون النكهة تاعها نكهة الفراولة. من جهة انا راني طيبت الشربات اللي هي كاس سكر مع 2 كؤوس ماء. خليتها هزت لي الغلية وطفيت عليها يعني ما خلوهاش تغلى 10 دقائق وكذا كما نعرفوا الشربات. ديريها بارد في بارد تحركي دير تحطيها فوق النار تزيدي تخلطي وتهز الغلية تنحيها. عززتها كذلك باتاغون فخاز وجاني اللون تاعها وردي. الآن بعد ما تحصلنا على القوام عفوا نجي نحطو الفارينة ملعقة صغيرة تاع قهوة في الصفاية ونغربلوها. هنا قلنا الفارينة تاعنا تكون مغربلة بطبيعة الحال ونعاودو نصفوها. مناش نصفو فيها باسكو ماهيش مغربلة رانا نصفو فيها قلنا باش يتنحى منها الهواء اللي فيها. والفارينة ثقيلة ما نحطوهاش على دفعة واحدة باسكو البيضة حيهبطنا وتفسدنا جينواز. نخلط من الأسفل إلى الأعلى. هذه كذلك راهي نورمالمون قاعدة حافظينها. ونبقى نزيد في الفارينة بعد ما نخلط من الأسفل إلى الأعلى. في في المقادير ما كنتش ذكرت لكم الخمانة. انا راني درت كما كتشوفي راني ندير نصف ملعقة تاع خميرة ماشي نصف كامل يعني. وراح نغربلها يعني حنصفيها ونخلط من الأسفل إلى الأعلى. ونكون وجدت في البلاطو اللي حنطيب فيه يعني هذاك بلاطو صغير اللي طيبت لكم فيه وشفتوني درت فيه ورق الطهي اللي هو ضروري ضروري في الجينواز. ونحطو فيه كامل الخليط تاعنا تاع الجينواز ونحطوها الطيب. هنا اللي حبت تدير مول كبير رايحة تستعمل 5 بيضات وراح تضعفي كامل في المقادير وحديري البلاطو الكبير تاع الجينواز. شوفي هنا بعد ما طابت لنا جاتنا الله يبارك اسفنجيه. شوفوا شحال منفوخه يعني شويه ماشي راح تكون طالعه بزاف حسب المول تاعها. جيب سرسو اللي راح نخدم به الفريزي تاعي ونقطع به يعني في المكان المناسب. اما لي شوت هذوك اللي فضلوا لي ما نرميهمش نحاول نكون بهم قلب يكون كطبقه اخيره يعني نسحقوا قلب صغير. فوالا يعني هذا القلب اللي راني طبعته راني راح نعاود نقصلو بالموس. من جهة أخرى كان عندي لي فخاز شيت حوالي علبة غسلتهم وقطعت لهم شوية الحافة هذيك باش يوقف لي عليها. لازم إلا جبتي الكبار
شوفي شحال شابة ما شاء الله. اذا جبتي الفخاز الكبار ديريهم طول واحد، واذا جبتي صغار ديريهم طول واحد. نجيبو سوقاتو تاعنا تاع الكرتون، يعني بلا ما تجيبي هذاك تاع اللوح، ونحطو سارسو تاعنا. قلنا حبة تاع الفراز درت لها قاعدة، يعني قسمت لها هذيك شوية وقسمتها على نصف، يعني كل حبة على 2. النصف هذا الوجه هذا حنلمسو مباشرة مع السارسو، هنا بدون استعمال بابي جيتار، باسكو علاه هادي مولانا فاسيلمون. نجيب كامل الانصاص هذوك تاع الفخاز ونديرهم ساير داير اسارسو. قلنا اذا استعملتي الفخاز الحبات الكبار ديريهم طول واحد، واذا استعملتي الحبات الصغار ديريهم طول واحد. هذوك اللي كنت قطعتهم في على رأس الحبة تاع الفخاز، احتفظت بهم وقطعتهم مربعات، راح نديرهم كحشوة. هنا اللي ما حبتش دير الفخاز مربعات كحشوة وطيب الكولي تاع الفراس اطيبه. جيب جينواز تاعي وهاي ليك شربة تاعي، ندير لها بالبانسو بهذه الطريقة. ما نشربهاش مليح مليح باسكو هي راح ترفد لي الجينواز، هي راح ترفد لي عفوا آه الفريزي. ونحط بهذه الطريقة كيما راكي تشوفي. لازم الطبقة تاع الجينواز تكون صغيرة على السارسو قيس وين يدخلنا هذاك الفراس. نزيد نجيب عفوا راحت لي الهضرة. نزيد نجيب البانسو ونبدا نشرب فيها بهذه الطريقة، يعني ما تشربيهاش حتى تطلق روحها وتذوب كامل، وما تخليهاش ناشفة بينو بين. الكريمه تاعنا اللي كنا وجدناها كنت حطيتها في الفريجيدار قسما نخدم هذه، او عفوا نخدمها معاكم. يعني لا كريم باتيسي تاعي راهي بارده ولا كريم شانتي تاعنا راهي بارده. شوفوا لا كريم شانتي تاعنا هنايا راهي بارده تماما، يعني ماشي دافيه، لازم بارده. نهبطها في اناء. ولا شانتي تاعي راهي تبان لكم، جبتها من الفريجيدار، يعني بعد ما ضربتها ما خليتهاش فوق طاولة العمل تطلق روحها، عاودت رجعتها للفريجيدار. هبط كامل هذيك لا كريم باتيسري تاعي ونضربها مليح بالباتور حتى تطلق روحها وتولي ليس، لازم تتليسه. فوالا فوالا هبطيها كامل، ولازم تكون بارده. لا ما كانش عندك الوقت لازم تحطيها في كونجيلاتور، المهم تكون بارده. نجيبو الباتور ونبداو نضربو حتى تولينا لا كريم باتيسري تاعنا ليس. شوفي الشكل اللي تحصلنا عليه هكا، ضربي مليح بهذه الطريقة. يعني صدقيني هذا الوصفة حتحمري بها وجهك قدام سلافاتك، تحمر لك وجهك، يعني كي تديها في يدك لدار شيخك، وكذلك حتفرحي بها ماماك اذا ديتيها لها في السهرة. يعني نبدلو شوية من قلب اللوز والزلابية، يعني شهر كامل وحنا قلب اللوز والزلابية ما جاياش. فوالا مام اذا كان عيد ميلاد وليدك ولا بنتك راهي راح توالم تماما هذا اليوم هكا. هذا الكريمة تصلح لي فون دو تارت سكري، وحتصلح ليفينين، يعني وين درتيها راح تجي شابة بزاف. هنا بعد ما طلقت روحها وتليسات لنا، شوفي معايا في الخلاط كيفاش راهي ليس بزاف. راح نبدا نضيف عليها لا كريم شانتيي بالمغرف، ونبدا نخلط بالباتور. راح يتبدل اللون تاعها ويروح اللون تاع لا شانتيي، يعني اللون عفوا تاع لا شانتيي ماهوش ابيض، راني دايرت له الياغورت تاع الفراز. ونبدا نضرب، راح تطلع لي وراح تحكم روحها مليح بهذيك لا شانتيي. على هذه اللي درنا لا شانتيي تكون عقده مليح، يعني تكون جامده ماشي جامده حاكمه روحها يعني. ونبدا نطلع نضيف لا شانتيي ونطلع حتى نتحصل على قوام شاد روحه بهذه الطريقه وبهذا الشكل اللي راكي تشوفي فيه هكا. ضربي زيدي لا شانتيي كيما راكي تشوفي، يعني الفيديو موضح نفسه هكا. قلنا هذا الكيكة او هذا الفريزي تخدميه صباح جوي 8 ولا 9، وزعما حتستعمليه على 4، يعني ديريه في الثلاجة وجبديه على 4 وزينيه، عاودي رجعيه للكونجيلاتور حوالي 4 ساعة باش يشد روحه.
يعني في الطابلة. وإذا كنتِ راح تمشي به لعجوزتك ولا لماماك كذلك وخدمتيه من 8 حتى ل16 عاودي دخليه للكونجيلاتور حوالي نصف ساعة، ومن الأحسن تخدميه في الليل تخليه يبات ليلة كاملة. وإذا كنتِ زربانة عفوًا بحالي، ديريه في المجمد مدة 4 ساعات، 4 ساعات باش تجبديه وتزينيه، من بعد تعاودي ترجعيه للكونجيلاتور حوالي ربع ساعة يشد روحو باش تمشي بيه طريق. طلعت لنا لا كريم تاعنا ونروحو نجيبو سارسو اللي كنا درنا فيه الجينواز. لا كريم تاعنا درناها في لابوش هذه، وشوفي كيفاش راني نعمر الفراغات اللي بين الأنصاص تاع الفخاز بهذه الطريقة. عمري هذوك الأنصاص مليح سبقي فيهم هما الأولين، شوفي عمريهم مليح بهذه الطريقة. فوالا من بعد باش ديري فوق هذيك الجينواز. فوالا كاين اللي يديروا الفريزي يديروا له 3 طبقات، راح يديلك جينواز بزاف والبيض راهو غالي، يعني انا نقول لكم 2 طبقات راح تكفي وتوفي. فوالا ديري طبقة لاباس بها تاع الكريمة، من بعد نجيبو مغرفة يعني بالظهر تاعها راح نسويوها شوية فقط ما ماشي بزاف، هكا كيما راك تشوفي بهذه الطريقة. الآن نجيبو هذوك المربعات اللي كنت قلت لكم قطعتهم تاع الفخاز ونحطهم فوق هذه الكريمة كحشو فقط. اما اللي فضلت تخدم الكولي تاع الفراز تشد هذوك الانصاص وتحطهم في كسرونه، تحط لهم 2 ملاعق سكر او ملعقه مع نصف ملعقه تاع اكل ماء، وتحطهم فوق النار نار قليله وتخلي الفراز هذاك يطيب. كل ما يدير رغوه تروحي نحي هذيك الرغوه بالمغرفه، ودائما تنحي له الرغوه باسكو الرغوه راح تقرص لك الكولي هذاك ويجي قارص بزاف، لازم تنحي له الرغوه حتى يطيب. كي يطيب تكون الرغوه تنحت له كامل، ونحيه وديريه كطبقه للحشو كيما راني ندير انا. لكن اذا درتي الكولي تاع الفراز ما توصليش للحواف، ديري في الوسط فقط. جيب مغرفه ونحاول ندخل هذوك الانصاص داخل الكريمه غير هكا، ضغطي غير شويه فقط ماشي شرط يدخلوا كامل. في هذا الأثناء نروحو نجيبو هذوك الأنصاص تاع جينواز اللي بقات لنا ونحطوها كطبقة ثانية وأخيرة، يعني بلا ما تروحي تشقي روحك وديري طبقة أخيرة. جيبوا هذوك الأنصاص وراح نشربوهم بالشربات بنفس الطريقة الأولى، ما تشربيهمش بزاف باش الشربات تاعك ما تهبطلناش لتحت وحتفسدنا الكريمة والجينواز اللي من تحت، وما تخليهاش كذلك ناشفة. شوفوا أنصاص فقط راهم ليشوت وتستعمليهم، ما راهمش حيبانوا كي تاكليهم، ما حيبانوا بلي راهم ليشوت، راح يبانوا جينواز نورمال. فوالا هكا كيما راكي تشوفي. كي نسقم هذو الانصاص كامل راح نعاود نشربهم من الفوق باش ما تجينيش جينواز ناشفه، ونعاود ندير الكريمه اللي بقات لي كطبقه اخيره، يعني هي طبقه الاخيره، يعني هي وجه الفريزي. فوالا عمري كامل ساير داير عمري مليح، ماشي جهه فيها وجهه ما فيهاش، ما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه، بهذا الشكل اللي راكي تشوفي فيه هكا. كيما راكي تشوفي هكا. فرغي المهم واش كاين الكريمه في لابوش فرغيها كامل، يعني حتى يتعمر لك النصف هذاك اللي بقى من السرسو. الان نسويها شويه بالظهر تاع الملعقه. شوفي انا الكريمه يتبان لك فضلت لي لماذا قلت لك درت كنت ناويه ندير في السرسو الكبير وليت درت في السرسو هذا المتوسط، على هذه اللي فضلت لي. ولكن كي تفضل لنا ماناش راح نرميوها، راح ديريها في ليفيرين وتجيك تحليه ولا اروع، وراح تعمري بها لي فون دو طاغت اذا كنتي خدمتي وخبيتي في كونجيلاتور. نسوي شويه بالسطح تاع الملعقه، من بعد نجيب الكوبات ونسوي بها ونليسي السطح مليح لانه هذا هو الوجه تاع الفريزي. هي في الوصفه الاصليه نجيبو لاباط داموند وتكون حمراء،
نلونوها يعني بالأحمر كيما نعرفو لاباط داموند دايما نشروها بيضة، ونلونوها أنا دايما نلونهم باتاغون يعني باش تعطيلي هذاك الذوق شباب، وتحليها قلتلك ندير لاباط في لاباط داموند، ونفتحها تحليها مليح، وتطبعيها بالصلصة هذا قلب، هي الأولى كامل. من بعد كي تخدمي هذ الطرق كامل، وحتجمد لك تيبس يعني تنشف لك الكريمة هذه، تبرد لك عفوا، راحت لي الهدرة رمضان الله غالب. راح تحطيها هي الوجه يعني هي السطح تاع هذا الفريزي، وراح تزيني. لكن احنا لا انا اخترت ما نديرش لاباط دامونت، انا ما تعجبنيش لوغو تاعها بزاف. اخترت تكون الفريزي يعني الكريمه هذه فقط هي الوجه تاع الفريزي تاعنا. شوفي نسويه مليح، يكون سطح مستوي املس يعني مليح. سويها مليح وندخلها، قلنا اذا كنتي مزروبه دخليها الكونجيلاتور 4 ساعات، اذا كنتي ماشي مزروبه ديريها في الليل وخليها تبات، سينو ديريها الصباح بكري على 8 ولا 9، وخليها حتى ل4 ولا ل5 تاع العشيه. كي تخرجيها من الفريجيدار ولا من المجمد وتزينيها، عاودي رجعيها للكونجيلاتور 4 ساعة ولا نصف ساعة ولا حتى 20 دقيقة، يعني قسمة توجدي روحك كامل باش تمشي بها طريق، سينو راهي راح تتفتح لك. المهم هنا بعد ما ليسيتها ندخلها الفريجيدار تجمد لي. انا هنا للامانه كنت مزروبه بزاف ويا ليتني ما زربتش، خليتها ساعه ونصف فقط، وجبتها و حنليسي لها شويه الاطراف بالكوباط ماشي حاجه. وهنا كان عندي لا شانتيي اللي بقات لي يعني لا كريم دبلومات اللي بقات لي، زدت لها شويه لا باتاغوم، وتحصلت على اللون الوردي هذا، ما حبيتش نقصح فيه، وديريه ساير داير. وكانوا عندي انصاص تاع لي فخاس، قسمت كل حبه على 4 ولا كل نصف على 4، كاين اللي خليتهم نصفين فقط. ودرت الفراغات هذوك بين لا شانتيي درت لهم التوبينغ باش عطالي نقاط الحموره هذو، وجاتني كيكه ولا اروع. لكن بعد هذا التزيين الجمالي تعاودي ترجعيها للكونجيلاتور قبل ما تمشي بها طريق، هذه نصيحه. اما الكريمه اللي بقات لي درتها لكم هذا ليفيرين، يعني الطبقه الاولى كانت جينواز، وطبقه ثانيه كريمه، طبقه ثالثه كانت توبينغ. وهنا ما استعملتش الفراز بزاف، يعني حبه قسمتها على 3 ولصقتها في سطح تاع ليفيرين ولا مسلي وعادي. اما هنايا هذو تاع لي فون دو تارت كنت خدمتهم معاكم وقلت لكم كيفاش تحتفظوا بهم في المجمد. انا جبتهم وعمرتهم بلا كريم دبلومات هذه، وزينتهم بالتوبينغ، وما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم.